يعني ايه؟ يعني ايه علاج بالفن؟ ايه اللي بيحصل فيه؟ آم، طيب معلش قبل ما تكملي، معلش يعني على المقاطعة، بس في ناس كتير أساسا ما عندهاش حتة متخيلة العلاج النفسي ده. يعني أنا هروح مصحة نفسية، أو أنا قاعدة بقطع في شعري وأنا محتاجة علاج نفسي. فأنا هو أنا مجنونة عشان أحتاج علاج نفسي أو أحتاج ثيرابي؟ ف... فمحتاجين برضو قبل ما ندخل في العلاج بالفن نركز شوية على ان يعني مين محتاج، يعني ازاي انا اعرف او ازاي انا اكتشف لا ان انا محتاجة ثيرابي او محتاجة مساعدة نفسية. فهل يعني انا بشوف شخصيا ان مفيش حد في الدنيا دي كلها مش محتاج مساعدة علشان يحسن نفسيته اتليست، يعني خلينا نبسطها. فقولي لي انت وجهة نظرك ايه في موضوع موضوع العلاج النفسي ده ككلمة في المطلق بتخوف ناس كتير، او بتاخدها على يعني نفسيتها، او بتاخدها على كرامتها. انا ازاي محتاجة علاج نفسي؟ طيب جميل. هو يعني انا رايي ما يختلفش كتير عن رايك. ودي الحمد لله، يعني بقول انه دلوقتي شويه بقى في بعض الوعي على انه فكره انه الثيرابي او العلاج دي حاجه انا مش لازم اكون يعني الناس بقت بتروحها عادي. محتاجه تفهم حاجات عن نفسها. في نوع من انواع التوتر الزايد، في نوع من انواع الاكتئاب. بعمل حاجات زي نمط في شخصيتي وانا مش عارفه انا بعمله ليه. علاقاتي فيها بعض الاضطرابات. مش بنام كويس. آم، حاجات كتيرة جدا 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 اللي هي غالبا مفيش حد فينا مش عنده حاجة أو حاجتين أو ثلاثة من الحاجات دي. طبعا بدرجات. متفهمة جدا جدا إنه في ناس لسه عندها الصورة الذهنية بتاعت الأفلام القديمة. بتاعت أنا مش قصير وأزعة، أنا طويل وهبل وحاجات شبه كده كتير قوي قوي. واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين والحاجات دي. بس احنا مش بنتكلم على، بالظبط. احنا بنتكلم على حاجة حقيقي أبسط من كده كتير جدا. آم، وكأنه آم، احتياج إنساني جدا لحد يشرف على رحلتي بشكل مبسط جدا. لخبطتي، حيرتي في حاجات. واللي بيميز ده يعني برضو دي حاجة مهمة جدا الناس تعرفها، لأنه ساعات الناس بتحط الثيرابيست أو المعالج ده في حتة اللي هو يعني ده حد إله أو حد يعني ما عندوش أي مشاكل. لكن الواقع إنه الثيرابيست هو مجرد شاهد. أهميته إن هو بره الصورة. فعشان كده مش سهل لما يعني عشان كده اتنين أصحاب مش سهل قوي انه يكون ليهم. لو واحده صاحبتي مش هيكون ليها نفس النظره بتاعه المعالج، لانه المعالج بره الصوره خالص. لكن صاحبتي هيبقى عندها شويه نقولها ازاي دي، شويه تحيزات تجاهي ناحيتي مثلا. ف شوفانها للحاجه، سواء النمط بتاعي او المشكله بتاعتي او الحاجات اللي انا محتاره فيها، مش هيكون زي حد محايد بره الصورة خالص. فدي أهمية المعالج. واللي بعتقد يعني إنه في زماننا ده بكل الحاجات اللي بتحصل حوالينا، بكل السرعة بتاعت الحياة، بالسوشيال ميديا، بالضغط المجتمعي، بكل الحاجات دي، ما أعتقدش فعلا إن في حد مش محتاج هذه الصحبة اللي ليها بقى طرق كتيرة حقيقي. جدا. حقيقي.